قرش بقالك كتير بتظهرش ليه؟ تعرف الظروف والله يا جودزيلا. الامتحانات بقى هي اللي عاملة ده كله. ما تقولي بقى كده، قرشي جايب كام في النتيجة، ولا جايب كحك ولا ايه؟ كحك بسكر. صحيح، ما دول الدراسة عدل في السايبر وتهرب من الدروس، ابوك يديك الشهر تروح تقعد فيها في السايبر. يلا يا ده جودزيلا نقعد في السايبر شوية، ما انت فكرتني اهو. ها، عايز تروح السايبر؟ ده انا هطلع اقول له دلوقتي ابوك خليه ينزل يسايبرك على نفسك. لا والنبي، خلاص خلاص. ماشي يا عم، خلاص بلاها سايبر خالص. طب هنروح نقعد على القهوة ونصرف الشهر اللي ابويا لسه مديهولي. على فكرة بتتفرج على الفقاضي، ما عملتش لايك وسبسكرايب واشتراك في القناة وفعل زر الجرس، متنساش بقى زي كل مرة. ولا انت كمان تعالى في حوارك ده. قهوة ايه دلوقتي؟ احنا ورانا مذاكرة ورانا مصالح. اقول لك على السايبر لا تقولي قهوة يا اخي تنيل. والله هطلع اقول لابوك في ايه. اهدى كده سيك اهو، ما تقولوش المرة دي وهعزمك كده على قهوة، بس اخر شهر هسرقه بأمانة ما بيني وما بينك كده. سجان كده يلا، بقالي كتير ما شربتش قهوة. طب يلا بينا. ولا محمود عايز 2 عصير، واحد مانجا وواحد فراولة، يلا. بالراحة علينا كده شوية يا جودزيلا. كده قرش، ما سمعتش كده خبر على الواد اوشا وحموكشة؟ كلمت الواد اوشا امبارح بيقول لي انا هستقر في ايطاليا، ساعتها بقى زعلت. حاجة تزعل والله. بقول لك يا اسطى، احنا عايزين يا اسطى نروح الكافيه بتاعنا، نطلب لنا واحد شاي وواحد قهوة كده الدنيا تكون كملت. يلا يا عم نروح نقعد. يلا يا عم نشرب القهوة واحنا واقفين وخلاص. طب يلا. لسه لغاية دلوقتي شايفك اللي ما عملتش لايك، لغاية دلوقتي لو ما عملتش لايك انزل اعمل لايك وسبسكرايب واشتراك في القناة. كل يوم هنعمل لكم فيديو يا جدعان ان شاء الله. الواحد بس مركز في مذاكرته ودروسه. سلام.